السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة. قبل ما ابدأ معاكم احب اشكر كل حبايبي الجداد اللي شرفوني في القناة. اما بالنسبة للوصفة الجميلة اللي قدام حضراتكم دي، وصفة جميلة جدا، سهلة وبسيطة واقتصادية، ما هيش مكلفة، وكمان ما بتاخدش معاكي اي وقت ولا اي مجهود. وصفة البرزيانة او مكرمشات الافران رائعة جدا جدا. إن شاء الله تجربوها بالطريقة دي وتنول رضاكم. شايفين كمان شكلها جميل، كمان الأجمل طعمها وريحتها في منتهى الجمال. قد إيه هشة ومقرمشة وجميلة جدا. إن شاء الله تجربوها بالطريقة دي وتنول رضاكم. يلا كده نبتدوا مع بعض. معايا هنا نص كيلو من الدقيق المنخول، هنزل عليه بمعلقة من الخميرة، هنزل عليه كمان بربع معلقة صغيرة من الملح، هنزل بنص معلقة كده من البابريكا، والبابريكا دي ممكن تستبدليها بمعلقة من الصلصة، بتدي طعم وبتدي لون جميل جدا أيا كان البابريكا أو الصلصة. بس لو ما عندكيش بابريكا ممكن تستبدليها بالصلصة. قلبت المواد الجافة كلها مع بعضها بالشكل ده، وهبدأ أنزل بنص مج من الزيت. طبعا لو عاوزة تستبدلي بدل الزيت سمنة، ممكن تعملي ميكس ما بين الزيت والسمنة، الزيت والزبدة، السمنة والزبدة، المتواجد عندك استخدميه. قلبت بقى كويس قوي بالشكل ده، وهبدأ بقى أبس الدقيق لحد ما يتشرب المادة الدهنية زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده بقى هبدأ أنزل بنص مج من الحليب، وممكن تشيلي الحليب من الوصفة خالص وتستبدليه بمية. بتدي نتيجة جميلة جدا، وخلي بالك إن الحليب دايما بينعم العجينة. طبعا رايحة أقلب بقى الدقيق كده لحد ما يتشرب المادة السائلة أيا كان بقى حليب أو مية، ورايحة أكمل بمية عادي خالص. مكان الحليب كده جبت مج دافي من المية وهنزل بيه تدريجيا على العجينة. هبدأ بقى أعجن كده بإيديا، بتعجنيها كويس قوي لحد بقى ما تديكي النتيجة اللي حضراتكم رايحين تشوفوها دي، بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. شايفين العجينة طرية وما هيش ملزقة. بعد ما خلصتها بالشكل ده هبدأ بقى أغطيها. هشتغل فيها على طول، يعني مش أكتر من 5 دقايق هتريحيها، مع إن والله ما ريحتها، أنا اشتغلت فيها على طول. بعد كده بقى هبدأ أشتغل فيها. بتجيبي بقى العجينة، بتاخدي منها قطعة بقى صغيرة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، وهتبدأي بقى تبرميها زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدأ أقطع كده بالسكينة، وهبدأ بقى أبرمها، أرفعها على قد ما أقدر. يعني رفعيها على قد ما تقدري عشان في الآخر تطلع معاكي ناشفة ومقرمشة وجميلة كده. برمتها وهبدأ ألف بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. مفيش أسهل من كده. لو الطرف الأخير بقى مش مستوي معاكي، ممكن إيه تقطعيه بالسكينة بالشكل ده. هعمل كده كمان واحدة. أنا جبت العجينة بقى حطيتها قدامي، خدت قطعة كده رفعتها بقى بالشكل ده، وهبدأ ألف. بتمسكي طرف وبتلفي الطرف التاني. شيء مفيش أسهل من كده، سهلة وبسيطة واقتصادية جدا وما بتاخدش معاكي أي وقت. نعمله واحدة تاني كده مع بعض. بعد ما بتبرميها بتمسكي الطرفين، ممكن تثبتيهم كده على الرخامة وتبدأي تلفي. بعد بقى ما خلصت الكمية كلها بالشكل ده، مع آخر واحدة بيكون العجين ارتاح معاكي. بدأت بقى أدهن الوش صفار بيضة على معلقتين من الحليب على ورقة فانيليا، قلبتهم ودهنت الوش بالشكل ده. عندي بقى سمسم وحبة البركة، بدأت أنزل على الوش كده. في الوقت ده أنا مسخنة فرن الغاز العادي، سخنته وهديته وبدأت أسوي مع المتابعة. لو في فرن البوتاجاز على درجة حرارة 160 مع المتابعة، بيطلع معاكي الشكل الجميل ده. بسم الله ما شاء الله، ريحتها كانت قلب الدنيا، طعمها رائع جدا وجميلة جدا. إن شاء الله تجربوها بالمقادير دي وبالطريقة دي وتنور رضاكم. حبايبي يا رب أكون فدتكم بمعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم.